حضراتكم يوم بعد يوم الدنيا بتتكشف وبتحصل أحداث متسارعة وكتيرة. النهاردة تم مقتل الصحفي صالح الجعفراوي، ربنا يرحمه ونحتسبه شهيد عند الله. بس هو قتل ازاي؟ قتل في اشتباكات بين حركة حماس وبين عيلة اسمها عيلة دغمش داخل قطاع غزة. يقال إن هي تم ضربها من إسرائيل من سنة، بس السرديه ديت مش عاجبه بتوع حماس، وبيقولوا ان العيله دي كلها مواليه لاسرائيل وبتعمل لصالح اسرائيل. هي يا عم بتعمل لصالح اسرائيل؟ انت بتعمل لصالح مين؟ انت بتعمل لصالح القضيه، انت بتعمل لصالح اهالي غزه. طب المشهد النهائي بتاع الاشتباكات وضرب النار من هنا ومن هنا ومن هنا، النهارده بيفيد مين؟ النهارده بيفيد اسرائيل. نتنياهو يقول لك اتفضل، ادي الحرب، ادي قطاع غزه، الفوضى اللي موجوده، وادي الانفلات الامن اللي موجود. هو حضراتكم المشهد ده بيفكرني بكلمة الرئيس السيسي يا ساعة الإخوان: يا نقتلكوا يا نحكمكوا يا نقتلكوا، يا نحكمكوا يا نقتلكوا. وطبعا دول الإخوان المسلمين، المتحدث عنهم حماس يعني. مفيش اختلاف، هم واحد مهما حاولوا يقولوا كده أو كده. فأنت المشهد النهائي بتاع الاشتباكات وبوادر حرب أهلية هيفيد مين؟ هيفيد الاتفاق اللي المفروض ماشي في طريقه وبتاع. الناس ما لحقتش تفرح يعني 24 ساعة 48 ساعة، الناس ما لحقتش. أهل غزة نفسهم ما لحقوش. وهو بحكم بالحديد والنار وبالسلاح، ما هو الناس معهاش سلاح، واللي معاه النهارده خلاص حماس بتضرب فيه. اللي هو احنا قاعدين على قلوبكم قاعدين. طب سيب حد غيرك، انت النهارده بتحكم القطاع من 2006. من 2006 لغاية النهاردة انت عملت ايه للقطاع؟ عملت ايه اداريا بلاش عسكريا؟ عملت حاجة لصالح الناس؟ عملت تنمية؟ لا، ده انت بعد ما مسكت بسنتين عملت كسرت الجدار بين الحدود من مصر والقطاع، ودخلت اهالي القطاع مصر. يعني الموضوع والفكرة اصلا في دماغك انت من زمان. عشان لما نقول ان في اتفاق، مش شرط يكون في اتفاق يعني انتوا قعدتوا واتفقتوا على، لا، في وجه اتفاق في نقطة معينة بينكم، انتوا عايزين الناس تخش سينا، واسرائيل عايزة الناس تخش سينا.